سلام البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل غايه. اليوم جيتكم بوصفه الخبز الصحي اللي قاع نحتاجوه باش نكونوا قاع ناكلو صحي. الان تبعوا معايا المقادير، نعطيها لكم بطريقه بسيطه ومقادير بسيطه وموجوده في كل بيت. اولا خاصني 3 عبرات تاع فرينه كامله، يعني دقيق كامل هو الصحي. اني عابره بالكاس تاع ام وليد، تحياتي لام وليد من هذا المنبر. عندنا الملح على حساب الكمية تاعنا تاع الفرينة. عندنا المكون الاساسي اللي درته لكم في الفيديو السابق او الاول، اللي هو دبس التمر. يعني باش نقلعوا السكر وتكون الوصفه تاعنا طبيعيه اكثر، نستعملوا دبس التمر. راني دايره 2 معالق. وكذلك عندي 4 معالق تاع زيت الزيتون، يعني لازم يكون عندي زيت زيتون وماء بالطبع يكون دافي شويه. بسم الله. الان اول نبداو حاجه في نبداو تحضير بها الوصفه. نزيدوا لافارين تاعنا 4 معالق تاع زيت الزيتون. بعد ما درنا زيت الزيتون مع هذيك لافارين، الان لازمنا نبسوها شويه، لاخاطش هذا دقيق القمح الكامل يعني فيه واحد النخاله. لازم شويه نبسو هذاك الزيت مع هذيك لافارين، يعني ندخلوا الزيت تاعنا مع لافارين تاعنا كما راكم تشوفيا. لاحظوا الان كيفاش راني ندخل نضيفو فيه هذاك الملعقتين تاع دبس التمر. انا هنا راني مخفاته، هذاك علاه درت ملعقتين. اما نتوما اذا كان ثقيل عندكم ديروا ملعقه واحده. انا بغيت نخفى باش ندير به الوصفات. وريته لكم في الفيديو الاول اللي درته معاكم باش تكونوا ضامنينه بلي صحي. ندخلوه مليح كما درنا مع زيت الزيتون، ومن بعد نضيفوا كميه الملح. انا هنا نقصت هذاك شويه تاع الملح باسكو حسيت بلي كثرت شويه الملح ومزيه نقصته لاخاطش جبتها نيشان. لاحظوا كيفاش ولا الخليط تاعي. دروك نزيدو بشويه الماء، غير بشويه علينا، ما نكثروش الماء الخطره الاولى، ونعجنو. كما راكم تلاحظوا راني غير بشويه. الان حبيباتي نكمل العجين ونرجع لكم. بعد ما عجنت هذيك الوصفه تاعي، لاحظوا كيفاش جات. كم تشوفوا لا تكستور ما تجي طالقه روحها، ما تجي عاصيه، يعني تجي شويه بالبينات طريه مليحه. الان حطيتها في البلون دو طرافاي وغادي نقسمها الى قطع. اليوم اذا شفتوا في الوصفه تاعي ما درتش الخميره، يعني خميره الخبز ما درتهاش. علاش؟ لانه هذا الخبز راني باغي نديره خبز منفوخ وخبز نان وخبز تورتيه. نقدر ندير به تورتيه باش نديرو طاكوس، تاني حنا اللي ناكلو صحي نديرو طاكوس وناكلو طاكوس، ولا نديروه خبز النان هذاك الخبز الهندي اللي معمر بالفرماج، ولا تقدروا ديروه خبز منفوخ هذاك اللي يطيب في الطاجين ويجي منفوخ وفارغ من الداخل. انا اليوم درت لكم خبز التورتيه ودرت لكم خبز النان بهذه الوصفه، وان شاء الله في ايام قادمه ان شاء الله ندير لكم به ثاني الخبز المنفوخ مع وصفه تاع كباب يجي مع الخبز المنفوخ، وندير لكم كذلك دي ميني برجر ولا دي برجر بهذه العجينه. نكمل ندير دي بتي بول ونرجع لكم. الان بعد ما كملت قطعت لي 8 تاع لي بول، حطيتهم هكا في بلا وغادي نخليهم نغطيهم ونخليهم يرتاحوا فقط. يرتاحوا ما غاديش يخمرونا، يرتاحوا فقط. بعد ما شكلت العجينه تاعي على شكل دي بتي بول غطيتهم وخليتهم يرتاحوا. الان بعد ما ارتاحوا لي شويه جبت
شويه من الدقيق الكامل، وحبات فرماج على حساب نتوما واش تبغوا، باش ندير لكم خبز النان وندير لكم خبز التورتيه. وبيان سور تكون عندنا مقله، وهاد المقله تكون سخونه حاميه حاميه بزاف، سخنوها على اقصى حد، ولا طاجين دبروا ريسانكم كيما تبغوا. الان نبدو بلابول الاولى. شوفوا معايا، غادي نبدا لكم بخبز النان اللي هو الخبز الهندي. نحلو العجينه تاعنا، نخلوها شويه هكا غليظه، نقبضوا حبه فرماج ونديروها في الوسط. تبغوا ديروا الفرماج رابي، اي فرماج عندكم دبروا لسانكم. نحطوها في الوسط، نحلوها شويه بالمغرف تاعنا، فقط شويه. نعاودوا نلموا هذيك العجينه تاعنا ونعاودوا نحلوها بالحلال. شوفوا كيفاش رققتها، ما تكون قاع رقيقه كيما تاع التورتيه، ما تكون غليظه بزاف كيما رانا نديرو مطلوع، ولا لا تكون رقيقه. لاحظوا، شوفوا كم تشوفوا. نمشو نحطوها على هذيك المقله السخونه بزاف، وننتظروا نقلبوها وننتظروا كيفاش تتنفخ. شوفوا كيفاش تنفخت لينا، ما شاء الله. لازم تكون المقله حاميه والنار سخونه، ما شاء الله. شوفوا كيفاش منفوخه. الان نزيد ندير معاكم خبزه تورتيه. لاحظوا معايا، درت شويه فرينه باش نحل بها. الان خبزه التورتيه غادي نرقوها على خبزه النان، يعني تكون رقيقه كاع رقيقه رقيقه بالبزاف. شوفوا لي كيفاش راهي رقيقه على خبزه النان. ننفضوها شويه من هذيك الفرينه ونحطوها فوق المقله تاعنا اللي تكون سخونه دائما. هنا خبز التورتيه ما تبغيش طيب بزاف. شوفوا اون فوا نشوفوا هذاك الابيض بدا فيها، نزيدو نقلبوها. لاحظوا، ما نطيبوهاش بزاف. راكم تشوفوا لي بول هذوك البيض وبدات شويه طيب. اون فوا يدخلها الطياب صاي نقلعوها ونحطوها ونغطوها بسربيته. كما راكم تشوفوا انا ديتها وغطيتها بالسربيته. نكمل الكميه اللي راها باقيت لي ونرجع لكم. بعد ما كملت هذه النتيجه، خبز التورتيه لاحظوا ما يتقطعش، راكم تشوفوا. وخبز النان لاحظوا كيفاش راه مفرمج، يعني هذه لها كت منفوخه تتفش، سي لوجيك. لاحظوا كيفاش جاي مفرمج من الداخل ورقيق. وبصحتكم، هذه الوصفه اللي كانت عندنا اليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا وتجربوها، وما تنسوش ديروا لي جيم وابوني. باي باي.